يتحدث سكان العالم بحوالي 7000 لغة، بتتفاوت أهميتها من حيث تعداد المتحدثين بيها، وبتختلف أيضا من ناحية قابلية التعليم بالنسبة لغير المتحدثين بيها. أصعب 10 لغات في العالم من حيث قابلية التعليم هي كالتالي: لغة المندرين الصينية، وبتعتمد على الأحرف الصينية، وهي اللغة الرسمية في الصين وهونج كونج وسنغافورة، وبيتحدث بيها أكتر من مليار شخص. بتعتبر لغة المندرين بالإجماع هي أصعب لغات العالم، وهي لغة نغمية وليست صوتية، وبها آلاف الأحرف وذات نظام كتابة غامض. اللغة العربية، وهي بالنسبة لغير المتحدثين بها، فاللغة العربية أو لغة الضاد تعليمها ليس بالأمر السهل، وهي ملكة اللغات الشعرية واللغة السادسة للأمم المتحدة، وتاني أصعب اللغات في العالم، وبيتحدث بها أكثر من 300 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لغة التلجو، وهي واحدة من أشهر اللغات الشائعة في الهند، وهي اللغة الرسمية في ولاية أندرا براديش وتيلانجانا، ويتحدث بها أكثر من 75 مليون متحدث. اللغة اليابانية، وهي اللغة الرسمية لليابان، وبيتحدث بها أكثر من 120 مليون نسمة، وهي لغة معقدة للغاية ولا تحتوي على صيغ الجمع، وتحتوي على آلاف الأحرف. اللغة البولندية، وبتعتمد على الأحرف اللاتينية بالإضافة لبعض الحروف، وهي اللغة الرسمية لبولندا، ويتحدث بها أكثر من 50 مليون شخص، وهي اللغة السادسة الأكثر شعبية في الاتحاد الأوروبي. اللغة التركية، وهي من اللغات الصوتية إلا أنها بتمتاز بصعوبة النطق والمصطلحات، وتعتمد حاليا في تركيا على الأحرف اللاتينية، وهي في الأصل بتنتمي إلى مجموعة اللغات الألطية، وموطنها الأصلي آسيا الوسطى، وبيتحدث بها أكثر من 300 مليون شخص باختلاف اللهجات، ولكن أشهرها اللغة التركية أو لهجة اسطنبول. اللغة الروسية، ويتحدث بها أكثر من 150 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في روسيا وبيلاروسيا، وليها طريقة خاصة وفريدة في نظام الكتابة والقواعد النحوية. اللغة الفيتنامية، وهي من اللغات اللي بيصعب إتقانها، وهي من اللغات الأكثر تعقيدًا، وهي لغة نغمية، ويعتمد نظام اللغة على الأحرف الساكنة وأحرف العلة، وهي اللغة الرسمية لفيتنام، ويتحدث بها أكثر من 95 مليون نسمة. اللغة الفنلندية، وهي اللغة الرسمية في فنلندا والسويد، وهي من اللغات الصعبة في التحدث والتعلم بسبب صعوبة القواعد وأنظمة الأحرف المتحركة، وبتختلف عن باقي اللغات اللاتينية. اللغة الكورية، وهي اللغة الرسمية في كوريا الشمالية والجنوبية، وهي اللغة الأخيرة في قائمة أصعب اللغات، وما يجعلها من اللغات الصعبة هي قواعدها النحوية المعقدة وحروفها الأبجدية الخاصة وتركيب الجمل ونطقها.